أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المزيكاتي. حلقة النهاردة من سلسلة الخلطة السرية. في حلقة النهاردة أنا معايا شوية إيقاعات شرقي اتطلبت مني إن أنا أعملها، فيلا بينا نشوف أنا عملت إيه. يلا بينا نسمع الإيقاع اللي موجود معانا ده دلوقتي، وده بالمناسبة هيكون من ضمن فقرات فك شفرة الأغاني. عاوزك تتابع الحلقات دي. هنقسم الحلقة دي لقسمين. القسم الأولاني كل element لوحدها، يعني كل آلة لوحدها، والباس section، وده صوت الكيك لوحديها من غير أي process. الكيك عبارة عن كيك وهاي هات مع بعض. أول حاجة عملتها وهو الكمبريسور، قللت في حدود 24.9 دي بي علشان يخلي لي صوت الكيك متعادل ومظبوط والتيل بتاعها قد البيك. بعد كده حطيت البرو كيو 3 وقللت، عملت لو كات فلتر وغيرتها من تحت حاجة اسمها لينير فيز. عاوزك تتابع الحلقة اللي انا هعملها على البرو كيو 3 ده، هشرح البرنامج ده فقط. شلت الجزء ده الجزء ده اللي هو بيعمل المادنس في الكيك، فصوتها بقى كده. بعد كده اشتغلت بالاس اس ال، وده علشان اخلي في ديتيلز اكتر للخامه بتاعت الكيك بتاعتي. في الهاي فريكوانسي اشتغلت على 8K، زودت نسبه 3. وفي الهاي ميد فريكوانسي 3.50 زودتها بنسبه 3.7 دي بي. وفي اللو ميد فريكونسي 0.86 زودتها بنسبة 1 دي بي. وبالنسبة لللو فريكونسي اللي هي 60 زودت 2.7 دي بي، وبقى الصوت عامل كده. واخر بروسيس عملته للكيك وهو كان الرايدر. ده في الاغلب بيستخدموه للفوكلز، ولكن انا كمان استخدمته هنا للكيك علشان اخلي صوتها واضح طول التراك، مفيش اي دايناميك بيطلع او بينزل. فزودت الريشيو اللي تحت ده 1.4 واللي فوق سبته زي ما هو اللي هو 4.6. وفي threshold ده او التارجت قللت بنسبة 25.6. ده من شركة ويفز اسمها فوكال رايدر الافكت ده. زي ما انت شايف بيتحرك كده الفيدر ده بالنسبة للكيك. تعال نخش مع بعض دلوقتي ونشوف عملت ايه في السنير. ده صوت السنير من غير اي حاجة، هتسمع السنير والكيك مع بعض. ده صوت بونجز، بس ده كان في الكونتكست بتاع التراك، جبت الصوت ده لقيته مناسب. فأول حاجة عملتها برضو الكمبريسور، وهنا قللت 30.9 دي بي عشان نفس القصة يخلي الصوت اللي فوق زي اللي تحت، هتلاقي صوتها بقى أوضح. بعد كده الكيو شلت لو كات، عملت لو كات كبير جدا في حدود 202 هرتز، وهنا غيرت ده لللو كات فلتر وبرضه عملته لينير فيز. بعد كده الاس اس ال نفس النظام، خليت هنا 8K في الهاي فريكونسي وزودتها بنسبة 5.2. وهنا الفريكونسي الهاي ميد فريكونسي 2.20 زودت بنسبة 3.7. وخليت الفيدر بتاعها واخد كيرف الشلف شوية بنسبة 1.24. وعندنا هنا في اللو ميد فريكونسي 0.50 قللت منها 3.2 دي بيز وخليت الكيرف قريب قوي من التراينجل شيب ده بنسبة 2.50 ريدكشن. واللو فريكونسي ما عملتش فيه حاجة، سبته زي ما هو. بس هنا في حاجة كمان انا عملتها وهي الكمبريسور. حطيت كمبريسور تاني
علشان اخلي صوتها يعني بعد الاي ده مظبوط اكتر. وهنا زودت الكمبريسور بنسبة 2.7 والثراشولد بتاعي -3.8 دي بيز. فهتبص تلاقي هنا ده بتاع الكمبريسور، اللمبة الاولانية خالص دي هي اللي بتنور. ده بالنسبة للسنير. طيب الاليمنت اللي بعد كده عندي آلة الدف، وصوتها عامل لوحده كده. هشيل لك صوت السنير عشان تسمع صوتها. قريب جدا من صوت السنير، ده كأنها لاير تحت السنير، بس ده صوت دف عشان يدي صوت الكونجا ده صوت طبع شرقي شوية. فأول حاجة عملتها وهي الكمبريسور، قللت بنسبة 37 دي بي، والإكيو برضو عملت اللو كات فلتر نسبة 116، فالصوت طلع لي كده. تعال نسمع صوتها في الأول لأن هي كانت بتعمل زي فيل، فصوتها جميل جدا، وانا يعني لقيت صوتها كده حلو والبروسيس بتاعها حلو فما زودتش عليه. فالناتج النهائي بتاع الكيك والسنير والدف واحد عمل كده. طيب يلا بينا نخش على دف رقم 2. طيب انا ليه عامل الدف وليه عامل كذا حاجة تعزف نفس الحاجة، وليه ايه الفايدة من كده؟ كل ما بحط اللايرز كل ما الصوت بيبقى احسن شوية، بيديله عمق اكتر وبيطلع صوت فريكونسي مختلف، يعني بتلاقي الصوت متغير شوية اعرض. فعشان كده انا عامل كذا لاير. طيب تعال نسمع الاول دف رقم 2 من غير بروسيس. اول حاجة هنا عملتها في الدف التاني وهي هارد كومبريسور، قللت بنسبة 46 دي بي، وده لان عاوز الصوت يبقى طالع كومبريس زيادة لان ده في اللايرز، عشان كده عملت الهارد كومبريسور. وعملت الاي كيو، قللت اللوكات فلتر برضو نفس القصة لينير فيز بنسبة 116 زي دف واحد بالظبط، كوبي بيست، فالصوت طلع كده. نيجي للي بعد كده وهي الكلابس، شعبي يعني معناها سقفة. عملت برضو نفس النظام، كومبريسور و EQ فقط. الكومبريسور نسبة 39 -39، وال EQ شلت نسبة كبيرة جدا من ال EQ لو كات فلتر 498 برضو لينير فيز، ده لان انا عاوز الحتة دي بس الصوت هيطلع، الباقي انا مش محتاجه. تعال نسمع الصوت. نخش للاليمنت اللي بعد كده وهو السيمبلز بتاعت الدرامز. انا هنا عاملها هاي هيت، حاطط برضو كومبريسور و2 اي كيو. هنا انا عاملها على اخر الكومبريسور، وهي عشان صوتها اصلا ضعيف شوية فبس مديها هاي كومبريسور، عاوز بس جزء منها بس اللي يظهر. فتعالى نسمع كده السيمبلز دي صوتها عامل ازاي. خدت بالك هنا الكمبريسور شغال بيضغط جامد جدا، يعني ظاهرة ولكن تحس ان هي في الخلفية شوية. ده برضو فايدة الهارد كومبريسور. بعد كده حطيت برو كيو 3، وده فايدته ان انا بعمل بيه فلتر بس. عملتها زي الكلابس برضو نفس الهاي كات في رينج 377، وعملت هنا قللت الهاي علشان اقلل شويه الهارشنس بتاعه الهاي هات، انا مش عاوزها تبقى ظاهره قوي، انا عاوزها تبقى كبركاسيف ساوند. فقمت جاي هنا عملتها لو شيلف وقللت في الرينج 3.1 هرتز، قللتها يعني في حدود 1.6 دي بي، فالصوت في الاخر بقى عامل كده. نيجي للي بعد كده، انا مسميها Oriental Percussions. ده عبارة عن كذا حاجة داخلة في بعض. عملت كومبريسور و EQ فقط. تعال نسمع الصوت من غير. اكيد انت سامع الصوت بس هي ايه في الخلفية قوي. طيب اول حاجة عملتها الكمبريسور، برضو عملتها هارد كومبريسور
في رينج 49.8 دي بي، فبقى الصوت عامل كده. واضح الصوت واضح، ولكن تحس ان هو برضو ايه ستيل في الخلفية. وبعد كده هنا الفلتر بتاعي لينير فيز كالمعتاد 128 هرتز، وده الصوت بعد كده. نخش على الاليمنت التاني وانا مسميها صاجات. تعالوا نشوف هنا ايه اللي حصل. برضو عامل كومبريسور و2 اي كيو. تعالوا نسمع الصوت من غير. ده الصوت كان شغال الكمبريسور، وعملت هارد كومبريشن 50.9 دي بي. خليت برضو الصوت يبقى كله ايفن بس في الخلفية شوية. وبعد كده قمت جاي عامل البرو كيو 3. انا عاوز بس الحتة اللي هي السكسكة بتاعتها فقط، فقمت جاي شايل كل ده اللي هو في حدود 1875 هرتز، فالصوت بقى عامل كده. ولكن ستيل في عظم، يعني انا هو كان ممكن ان انا اسحب اكتر من كده، بس حسيت ان انا عاوز شوية عظم للصوت. بعد كده قللت سنة الهارشنس بتاع الحتة، كأني بعمله دي اسر كده بالظبط. ده رينج 5000 هرتز، قللتها بنسبة 2.5 دي بي وعملتها الشلف. تعال نسمع. نخش على الاليمنت اللي بعد كده وهي الطبلة. برضو نفس القصة، كومبريسور و EQ. تعال نسمع. برضو اعتقد ان انت سامع شوية، هو شبه شوية الاورينتال بركشن، بس هنا اللعب فيه شوية ديتيلز اكتر. عملتها هارد كومبريسور و 49.4 ماينس، والصوت بقى عامل كده. بعد كده رحت على الإكيو بتاعي، وهو ان انا قللت نسبة كبيرة جدا، عملت 128. بص كده هتلاقي فيه ضمات بس انا مفوتها اهي. الضم دي انا شايلها عشان الضم الكيك نفسها اللي انا عاملها ما تخشش فيها. نخش في اللي بعد كده، مسميها تقسيم ورميها شوية ليفت. عامل إكيو وكمبريسور برضو. طيب تعال نسمع الكمبريسور عامل ازاي. كان مقلله نسبة 47 ماينس 0.5. في شوية تك 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 تك. احسن تلبس هيدفون عشان تسمع الديتيلز اللي انا بقولك عليها. بعد كده قمت جاي عامل الفلتر بتاعي، قللت برضو بنسبة 430 هرتز ولينير فيز. اسمع كده. قمت جاي بعد كده حطيت ال SSL EQ اللي انا غيرتهم فقط الهاي واللو ميد فريكونسي. الهاي فريكونسي زودته سنة بنسبة 2.5 والفريكونسي نفسه 3.50. اما لللو ميد فريكونسي 0.50 قللتها بنسبة 1.6. ده علشان يبقى ظاهر اكتر في وسط الزحمة، فصوته بقى عامل كده. اخر جزء عندنا دلوقتي بعد اما خلصنا كل الاليمنتس بتاعتنا، هقوم جاي بعتهم لباص. بعمل الكلام ده ازاي؟ بقوم جاي معلم عليهم كلهم، بقوم جاي دايس اي تراك، بعد كده جروب شانل تو سيلكتد شانلز، فبيقوم جاي مطلع لي تراك تاني ومجمعهم لي فيهم كلهم. انا هنا عملت ايه في الجروب سيكشن ده؟ حطيت EQ كومبريسور و EQ. اول حاجه ال EQ الاولاني ده قللت شويه برضو في كفلتر، حسيت ان برضو في شويه مادنس مهربه ناحيه 47 هرتز. بعد كده وديتها على كومبريسور لمهم لي بقى كلهم مع بعض، بحيث ان مفيش حاجات تضرب وحاجات تقل، الدنيا ما تبقى ايه جلود كلهم مع بعض. عملت ايه؟ الثريشولد بتاعي -2 والاوتبوت هو ظبطه لوحده 1.1 والكمبريشن هنا 2.1 والديكي على 2. فهو يا دوبك اللي انا عملته ان انا قللت الثريشولد فقط.
ده الخطوة التانية. اما الخطوة التالتة فقمت جاي عامل الاي هنا، اديت شوية في الهاي في ال 8K 1.4، في الهاي ميد فريكونسي زودت 2 ناحية 3.50، وهنا ناحية ال 0.81 زودت 1 دي بي، فبقى الصوت عامل كده. في ممكن ازود حاجة كمان بسيطة، ده بيخليها واضحة جدا في السيشن وسط اللايرز كتير، وبيديلها كده تكستشر حلو قوي. ده SSL هارمونكس، يعني كأنه بيديلها سنة درايف شوية. تعال نسمع. والدرايف زي ما هو ما جيتش ناحيته، بس الهارمونكس زودتها بنسبة 70%. الهارمونكس ده يعني بيديلها كده تكستشر للويفا، بيبقى صوتها حلو قوي، بيديها ناحية يعني تحس ان هي وورم، تحس ان هي مظبوطة احسن من الاول يعني. وبكده يا عزيزي اكون خلصت معاك الايقاعات الشرقية.